اتصالاتكم خاطئة غير محسوبة بدقة. آه. كيف تتوقع ردود أفعال الناس الذين يصلون بشكل يومي منذ سنوات طويلة؟ والله العيب ليس في الخبر، العيب في عدم تقبل الخبر. نناقش خبر جديد، نطرح أسئلة ويتم نقاش عن طرف العلماء، خاصة إذا هذا الأمر أتى من أولي الأمر منكم، ناس مختصين يتكلموا على حاجة تكونوا فيها. هذو ما نقدروش نقولوا لهم راكو تخرطوا ولا ما نسمعوا لهمش. لازم نجلس معهم ونسألهم، وهذا لم يتم للأسف. وهذا إن دل على شيء يدل على مستوى الثقافي لمسؤولينها والمجتمع بصفة عامة. في الجزائر الصلوات الخمسة في الجزائر، وأظن أن هذه النقطة التي أثارت نقاش كبير بينك وبين صدام كبير بينك وبين وزير الشؤون الدينية والأوقاف الذي وصفك بأحد صانعي الفتنة الذين يريدون أن يشككوا الناس في تدينهم. كيف تتقبل هذا الكلام، هذا الرد؟ والله أنا سمعت أكثر من هذه الأشياء، ولكن معروف على العالم أنه يهان بعدة طرق من طرف الناس لا يفهمونه. وكان هذا الشأن أيضا بخصوص الأنبياء والرسل الذين أتوا بأشياء جديدة، فأنا أتقبلها بكل يعني واسع الصدر، وأعلم أن الإنسان كي ما يعرفش حاجة إلا وأنها تدهشه فبالتالي أنت تقصد أن وزير الشؤون الدينية يجهل هذه التفاصيل؟ والله أراد تجاهلها، لأن في الخفاء يعترف بكل شيء.